بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى البلد العظيم الذي أحبه، إلى باند أتشي، إلى الشيخ أبو مودي، إلى مشايخ هذا الإقليم القائم على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى المكان الذي عشت فيه أيام طيبة مباركة، تعرفت فيه على علماء ودعاة يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبلغهم سعادتي وسروري ودعائي لهم بالتوفيق مع انطلاق هذا المشروع الرائد الإيماني العلمي التزكوي التصفوي تستفيه، الذي من خلاله نبني العقل بالعلم، ونبني الروح بالتوحيد، ونبني النفس بالتزكية والتصوف. هذا الذي تريدون بدايته من هذا المشروع العظيم الرائد هو الحقيقة ملاك لكل خير، وهذه الأعمدة الثلاثة هي التي يقوم عليها بناء شخصية الإنسان المسلم، بناء شخصية الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن للداعي إلى الله، لا يمكن للإنسان المسلم أن يستكمل عوامل الشخصية الإيمانية إلا بهذه الثلاثة: عقيدة راسخة، وفقه مستمد من الكتاب والسنة، والأعلام الذين أخذوا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم كشيخنا وإمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. ثم يأتي حجر الزاوية وبيت القصيد من تزكية النفس كما أراد ربنا سبحانه وتعالى لما قال: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حياكم الله، زادكم الله توفيقا، زادكم الله عز وجل خدمة لدين الله، نشرا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل لنا جميعا القبول، وإلى لقاء قريب بإذن الله تبارك وتعالى.